بين الدخان والنار وبين أصوات القصف والهتافات، كان المجند محمد المصري يتحرك بثبات، يحمل سلاحه المضاد للدبابات من طراز RPG على كتفه، ويترقب تقدم دبابات العدو الإسرائيلي. وفي واحدة من أكثر اللحظات جرأة في تاريخ المعارك، تمكن محمد المصري من تدمير دبابة إسرائيلية بالكامل. لم يتوقف عند واحدة فقط، بل واصل التقدم، ودمر 27 دبابة ومجنزرة خلال أيام الحرب، مما جعله يلقب بصائد الدبابات. رفع العلم على أول نقطة محررة. ولكن اللحظة التي حفرت في قلب الوطن ولم تنسى أبدا، كانت تلك التي تقدم فيها المجند محمد المصري وسط الجنود ليقوم برفع علم مصر على أول نقطة تم تحريرها من يد العدو. لم يكن العلم مجرد قطعة قماش، بل كان يحمل معه دماء الشهداء وكرامة أمة وصرخة نصر ظلت مكتومة منذ نكسة 67. وقف محمد المصري وعلى كتفه بندقيته، ورفاقه من حوله يهتفون الله أكبر، وغرس العلم في الأرض المصرية الطاهرة ليكون أول علم يرفرف رسميا في شرق القناة بعد النصر العظيم. وسام الشجاعة واعتراف الدولة. تكريما لبطولاته، منحه الرئيس الراحل أنور السادات وسام نجمة سيناء، وهو أعلى وسام عسكري في مصر. وتحدثت عنه الصحف العالمية، ووصفته بعض وسائل الإعلام بأسطورة الحرب البرية. وظل البطل محمد المصري شاهدا حيا على واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مصر، رمزا للبسالة، ومثالا لجندي مصري بسيط غير مجرى المعركة بإرادته وسلاحه وإيمانه.